رئيس عبد الفتاح السيسي، بما اننا عندنا حق الرأي، حق التعبير في بلد ديمقراطية، انا من حقي اقول اللي انا عايزه ورأيي بكل احترام، حقي اقول اللي انا مش عايزك، حقي اقول اللي انت عملت بس ما عملتش لينا احنا، عملت للطبقة الاغنياء فقط، حقي اقول اللي انت مش حاسس بالفقراء، حقي اقول اللي انت مش حاسس بالناس، حقي اقول ان الحاجة بتغلى يوم بعد يوم، حقي اقول اللي احنا تعبنا، حقي اقول ان انا شاب مرتبي 5000 جنيه مش عارف اعمل اي شيء، حقي اقول ان انا استعوضت ربنا في الجواز، من حقي اقول ان الشغل والتعيين بيبقى للوسايط بس، دي مش اخبار كاذبة، العالم كله عارف كده، حق اقول ان احنا كشباب تعبنا، حق اقول ان احنا عشان نعيش عيشه مرتاحه لازم تتاجر في حاجات وحشه، لو ما تاجرتش فيها مش هتعرف تعيش ولا تتجوز، لو تاجرت فيها تتاخد ومستقبلك يضيع، حق ان اقول ان اتظلمت في البلد دي، حق اقول ان عملت فيديو في 2021 اتكلمت فيه ان الحاجه غاليه اتحبست سياسه، حرمت من ابويا، حرمت من عيلتي، حق اقول انكم حبستوا عيل صغير ما يفهمش اي شيء، سبب انه قال ان الحاجه غاليه ومش قادر يعيش، حق اقول انتوا اللي بتصنعوا الوحش، حق اقول انتوا اللي بايديكم تصنعوا الحلو، حق اقول الطاقه كلها تتسالوا عننا، حق اقول 3/4 مرتبي بيروح مواصلات، حق اسال فلوس الكارتات اللي بتجمع مليارات شهريا دول بيروحوا فين، بقول الكلام ده ومش خايف لان انا في ايه يحصل لي اكتر من اللي حصل لي، حق اقول ان انا بقيت بمشي في الشارع خايف، حق اقول ان مش عارف اسافر اي بلد جوه مصر ولا اي محافظه، لو الكمين شاف ان عليا قضيه اساسيه هتاخد، حق اقول اني مش حاسس بالامان، شير الفيديو ده واكتب في الكومنتات كفايه احنا تعبنا، بسط صوتك، حسبي الله ونعم الوكيل.